ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الفولي. الطلب كتير الفتره اللي فاتت مني ان انا انزل الفيديو ازاي تنزل ابلكيشن الاندرويد على الويندوز 11 زي ما مايكروسوفت اعلنت. طبعا الموضوع كان غامض شويه، ناس كتير حاولت تعمله وعملته فعلا، ولكن كان في طرق صعبه وطرق كده يعني ايه تقعد تعمل خطوات كتير وفيها مشاكل كتير. طبعا انا ما كنتش جربت في البدايه لما كانت النسخه بيتا وكده، واستنيت لما نزلت النسخه الاصليه، وبالتالي بعد ما نزلتها قدرت ان انا اجيب لكم الطريقه دي من الاخر، ولا فيها هري ولا فيها خطوات كتير ولا فيها اي حاجه. جايب لكم كده المعلومه ايه في الانجاز، جايب لكم الزتونه. انت بس شغل دماغك معايا وركز واعمل لك كوبايه شاي حلوه كده وتعالى لي بقى. بس قبل ما اكمل بقى ما تنساش بقى تعمل اللايك الحلو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا نكمل فيديو النهارده. كده هنبدا مع بعض الشرح دلوقتي، واهم حاجه لازم تركز معايا في الخطوات اللي جايه جدا علشان خاطر هي مهمه وفي نفس الوقت بسيطه ومش معقده خالص. احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا ننزل السب سيستم بتاع الاندرويد نفسه، اللي هو الرسمي بتاع الاندرويد على ويندوز 11. اول خطوات معانا طبعا انا هسيب لكم كل الخطوات دي موجوده عندي في الوصف تحت في تكست. فهنمشي اول حاجه ان احنا هنخش على الموقع ده، هناخده كده نسخ زي ما هو ونفتح اي براوزر عندنا ونحطه هنا ونفتحه. هيفتح معاك الشكل ده كده. هنا في مكان البوكس ده هنضيف فيه لينك، اللينك ده موجود برضو في التكست بتاعنا، هناخده زي ما هو كده ونحطه هنا ننسخه. بعد كده نختار كلمة RBD نخليها سلو. بعد كده هندوس علامة صح، هيبدأ يحمل. وبعد التحميل ظهر عندنا مجموعة ملفات كبيرة جدا. انا كل الملفات اللي انا محتاجها هو اخر ملف هتلاقي اخره كلمة بندل، فانا هدوس عليه داونلود وهيبدأ تحمله معاك من غير اي مشاكل. طبعا انا عشان محمله قبل كده فمش هحمله تاني. فانت بعد ما تحمله هنرجع بقى للخطوات اللي بعد كده، وهي ان احنا هنفتح التيرمينال بتاع الويندوز نفسه. طيب نفتح التيرمينال منين؟ هندوس على علامة الستارت كليك يمين، بعد كده هتلاقي ويندوز تيرمينال وويندوز تيرمينال ادمنستريتور. طبعا انت هتفتحها ادمنستريتور، وركز قوي ان انت لازم تفتحها باي ادمن. بعد كده هناخد الامر ده زي ما هو كده هننسخه، بعد كده نحطه هنا بكنترول في او بكليك يمين. هندوس هنا كليك يمين، بعد كده هناخد مسافة، وبعد كده هنروح لمكان الملف اللي احنا حملناه في الاول اللي هو الملف ده. هنشوف المسار بتاعه فين، هندوس كليك يمين، بعد كده ننسخ المسار بتاعه، بعد كده نرجع هنا ندوس برضو كنترول في او كليك يمين، وبعد كده ندوس انتر. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو بيبدأ يحمل الملفات بتاعت الويندوز سب سيستم، هنسيبه يكمل للاخر. كده خلص معانا، ولما هندوس ستارت هنلاحظ انه نزل معانا من غير اي مشكله. ولكن قبل ما تفتحه من تحت لازم تتاكد ان انت داخل على الويندوز فيتشرز وتفعل الخيارين دولت اللي هم فيرجن ماشين والهايبر بلاتفورم. هتفعلهم منين؟ هنيجي هنا ونكتب الويندوز فيتشرز، وهننزل تحت ندور عليهم، هنلاقيهم مش عليهم علامه صح، هم معمولين عندي علامه صح لان انا كنت فاتحهم قبل كده. هنفعل الفيرجن ماشين والهايبر بلاتفورم، بعد كده تدوس اوكي. بعد الاوكي هيطلب منك ريستارت، فاحنا هنعمل ريستارت ونرجع مع بعض تاني. كده بعد ما عملنا ريستارت كده خلاص، لو نزلنا تحت هنلاقي الويندوز سب سيستم نزل معانا من غير اي مشكله خالص. لو علمنا عليه هتلاقيه فتح معانا من غير اي مشاكل، وكده اصبح عندك نظام اندرويد خام واندرويد رسمي على الويندوز بتاعك. هنلاقي هنا حاجه من اهم الحاجات لازم تفتحها وهي الديفلوبر مود. هنيجي هنا على الاوف هنخليها اون، بعد كده هندوس مانج ديفلوبر سيتنجز علشان يبدا يحمل معانا كل ملفات السب سيستم بتاعت الديفلوبر. بعد كده هندوس كونتينيو، وهيبدا هنا يحمل معانا النظام علشان كمان يدينا اي بي لنظام السب سيستم. كده فتح معانا من غير اي مشاكل خالص، وفتح لنا الديفلوبر اوبشن من غير اي مشكله نهائي. ودي يبقى اول خطوه احنا عملناها. هينقصك بس حاجه صغيره قوي، ازاي بقى تنزل اي بي كي على الويندوز عندك ويشتغل زي الاندرويد عادي جدا. والجميل بقى في الموضوع اللي انا هخليك تنزل اي برنامج انت عايزه من عالم الاندرويد يا دوبك بس بدبل كليك واحده، ولا بقى هتخش تكتب اوامر ولا تيرمينال ولا اي حاجه. هو دبل كليك هتلاقي نفس الابلكيشن نزل عندك على الويندوز، تشتغل عليه عادي جدا زي اكنك عندك تابلت. بس قبل ما اكمل الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا نكمل فيديو النهارده. هتركز معايا في الجزئيه دي قوي علشان خاطر في تريكايه فيها انت هتعملها وبعد كده هتفضل شغاله معاك على طول. انا هنا مجهز ملفين اي بي كي اللي هو الانستجرام والتليجرام علشان نجرب عليهم. هنحمل ملف هتلاقيه برده في الوصف. هناخد الملف ده كده
بعد كده هنروح على اي متصفح ونفتح الملف ده كده الملف اللي احنا عايزين ننزله. كل اللي انت محتاجه هتدوس على علامه كود، بعد كده تعمل له داونلود من هنا. طبعا انا عشان اعمل له داونلود يعني انت لو دوست هينزل معاك وتختار المسار من غير اي مشكله، ولكن انا عشان منزله قبل كده هتلاقيه عندي موجود اهو. كل اللي انا محتاج ان انا اعمله هفتحه كده وهفك الضغط بتاعه. بعد ما افك الضغط هيظهر معانا الملفات دي. كل اللي احنا هنعمله هناخدها كوبي كده، وبعد كده نروح على ماي كمبيوتر وبعد كده السي. بعد كده هنا هننشئ فولدر اسمه ADB ونخش جواه وننسخ الملفات. هنا هيظهر معانا الملفات اللي احنا عملنا لها نسخ. في بعض الملفات المهمه جدا وهم الفيكس انستول وبوش تو WSA. الفيكس ده اول خطوه هنعملها دلوقتي، وهي ان احنا ندوس عليه دبل كليك. طبعا انا هنا عشان منزله قبل كده فبيقول لي انت عايز تعمل اوفر رايت على الملفات. انت لو مش منزله هيشتغل معاك على طول وهيقفل على طول، فانا هدوس حرف الاي كده نزل معايا من غير اي مشاكل. نيجي بقى للملف الثاني وهو الانستول ده. الانستول ده اللي هيبقى مسؤول ان انت لما تدوس دبل كليك يشتغل معاك من غير اي مشكله. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نروح بقى لملف APK اللي احنا عايزين نعلم عليه ونشغله. لو انا دوست دبل كليك عليه مش هيشتغل لانه مش محدد بالصيغه، فاحنا عايزين نحدده بالصيغه بتاعت ملف الانستول اللي احنا نزلناه دلوقتي. هنعمل كده ازاي؟ هندوس كليك يمين، بعد كده شو مور اوبشنز، بعد كده هننزل على اوبن ويز، وبعد كده هننزل مور ابس، وهنعلم على اخر خيار تحت اللي هو always use this app. بعد كده هنيجي هنا على كلمه look for another app هندوس عليها، وهنا هنروح للملف اللي هو ADB اللي احنا عملناه على السي ونختار كلمه installer وندوس open. ولاحظوا اللي هيحصل معايا دلوقتي كده بدأ ان هو يحمل معايا الفايل او الAPK اللي انا نزلته، وهو كده خلص. لو رحت على علامه الستار تحت هلاقي التليجرام نزل معايا من غير اي مشكله خالص. نيجي بقى للانستجرام. انا بقى عايز اسطبه من غير بقى كل الخطوات دي. كده هنعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هدوس دبل كليك عليه بس هيبدا يعمل معايا نفس الخطوات. بعد كده نزل معايا. لو نزلت على علامه ستارت هلاقيه نزل اهو شغال من غير اي مشكله خالص. كل الحاجات اللي انا نزلتها هو مفيش اي مشكله ليها، شغاله معاك وتقدر ان انت تخش عليها. يعني انا مثلا هخش على الانستجرام بتاعي وفتح معايا هو ما فيهوش اي مشاكل نهائي. تقدر مثلا انت تنزل صوره تحملها، ولكن هنا خد بالك من خطوه بقى مهمه جدا وهي الجاليري. طبعا الجاليري ده ليه علاقه بالويندوز سب سيستم نفسه، ان انت دلوقتي على نظام اندرويد فانت دلوقتي ما عندكش اي صور. طيب انت هتنقل ازاي صور؟ يعني هتاخد صور ازاي وانت اصلا الدنيا عندك فاضيه، وهو في نفس الوقت ما بيعملش اكسس على ملفات الجهاز نفسه. هنا بقى تيجي الملف الثالث اللي احنا نزلناه في الADB وهو البوش تو WSA. لو احنا هنا جينا هنا وفتحنا الويندوز سب سيستم هنلاقي حاجه هنا اسمها فايلز. الفايلز ده لما تيجي تعلم عليها او تفتحها بيفتح لك الصور او الحاجات الملفات اللي انت حاططها عندك في السب سيستم بتاعك. لو انت حاولت ان انت تاخد اي فايل مثلا كده وتعمل له دراج هنا مش هيقدر يتعمل معاك، ولا تقدر ان انت تاخد يعني فايل من جوه الجهاز نفسه غير عن طريق الملف ده. كل اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا هروح على صوره مثلا من ضمن الصور اللي انا عاملها. كل اللي هعمله ان انا هسحبها بايدي كده وهحطها على البوش تو WSA وهسيب ايدي كده. هو حمل معايا من غير اي مشكله خالص. طيب هلاقيها فين؟ هاجي هنا على الويندوز سب سيستم هفتح كده هلاقي الصوره اتضافت معايا هنا بالشكل ده. ولو فتحت هنا مثلا انستجرام وجيت هنا فتحت مثلا اذرز بعد كده مثلا داونلودز هلاقي الملف اهو ظهر معايا من غير اي مشكله، واقدر ان انا احطه واعدل عليه واعمل كروب وكل حاجه اهو مثلا زي ما انتم شايفين مثلا اهو. واضيف هنا هكتب ايه في البوست مثلا، وبعد كده اول ما ادوس صح هتنزل معايا على الانستجرام من غير اي مشكله. ورجعت لكم تاني واديكم زي ما انتم شايفين الطريقه سهله جدا، وبقى الموضوع بالنسبه لك يعني ايه زي السكينه في الحلاوه. اي برنامج عندك او اي ملف عندك بصيغه الAPK تقدر تنزلها عندك على الجهاز وتشتغل معاك بكل سلاسه وبدون اي مشاكل خالص. شفت الموضوع اهو سهل وبسيط، واديك قعدت معايا 5 دقايق نزلت فيه كل البرامج اللي انت عايزها وبتاع. بس اخسر بقى على اخوك كده يعني لايك حلو كده، على اشتراك، على تشيره كده في كل حته علشان نوصل لاكبر عدد من الناس. فما تبخلش بقى عليا باللايك وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.